واحده يا جماعه بتحكي لي موقف وبتقول لي اطلعي يا رقيه قوليه، لازم انت تطلعي تقوليه وتردي انت. هي حكيت لي الموقف بس ولا ادتني اراء ولا ادتني اي حاجه. بتقول لي ايه؟ ان هي واحده متجوزه وكفيفه. في مشكله؟ لا مفيش مشكله. فطبعا هي اللمبه عندها باظت. فبتقول لاختها يا فلانه انا عايزه لمبه. فبتقول لها، بصت لها كده فلانه تقول لها لمبه؟ لمبه مين؟ ولا سوري لا بقت لا سوري. تقول لها وانت شايفه ايه عشان عايزه لمبه؟ طيب يا ستي انا معاكي، هي فعلا كفيفه ومش شايفه حاجه. ايه ذنب الضيف اللي هيجي يقعد ويتفضل عندها يقعد في الضلمه؟ ايه ذنبه؟ ايه يا حبيبتي ذنبه؟ ملوش ذنب. يا ستي هي كفيفه. لا على فكره مش شرط، مش شرط. مش معنى ان هي كفيفه خلاص بقى نخليها الدنيا كحل في كحل بقى كده مش شايفه. لا لا يا جماعه، مفيش. الضيوف اللي جايه تزورهم ملهاش ذنب حضرتك. فيعني الموضوع ما مش ألذ حاجه. وعايزه اقول لك يا حبيبتي ان يعني انتي لما كنتي قاعده والنور، يعني ليه تحسيها بالنقص؟ او ليه بتحسي ان هي ايه كفيفه فمش محتاجه ده، او مش هتاخد بالها او مش هتشوف؟ ايه يعني؟ ايه يعني لو جبتها لها؟ حتى يا ستي لو محدش بيزورها، ايه يعني لو جبتها لها؟ هتصبري؟ هي بفلوسك، ما هي اللي بتديكي الفلوس وبتقولك هاتي لي كذا كذا. يعني انا مش عارفه ارد ولا اقول ايه. انا مش عارفه. انا كومنت حقيقي. وما الضيوف اللي جايه مالهاش ذنب. بحبكم قوي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.